صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ عايز اقول لك يا صديقي ان حتى الان في ناس لسه ما جربتش الام دي 2 اللي هو جين 4 اللي سرعته بتوصل 7000 ميجا، مع انه منتشر في الاسواق من سنة 2021 تقريبا، يعني داخل على 4 سنين اهو، ولسه حتى الان في ناس ما اشتغلتش بيه. الاغلبية شغالين على حاجات 2000 ميجا و3000 ميجا اللي هي جين 3 اعلى حاجات فيه او بدايات الجين 4، وده راجع لاسباب كتيرة قوي، يمكن اهمهم ان الاسعار غالية جدا للاسف، وده اللي ما خلاهاش تنتشر بشكل كافي. واذ فجأة بقى يا معلم وسط كل ده لقينا الشركات داخلة علينا بالجين 5 اللي هو صباح الفل، وسرعات بتوصل ل 12000 ميجا. عايز اقول لكم ان نسبة قليلة قوي هي اللي بتستفيد بالسرعات دي. زي ما احنا عارفين القاعدة القديمة قوي في مجال الكمبيوتر ان هو بيشتغل بسرعة ابطأ حاجة فيه. السرعة عامل مهم جدا بس مش هو الاهم، واي حد يقولك السرعة هي كل شيء قوله لا، في حاجات تانية وعمو شاب مأكد لي. عشان كده هنوضح في حلقتنا النهاردة ايه اهم العوامل اللي تختار بناء عليها الام دي 2. كنا عملنا حلقة قبل كده ازاي تختار ام دي 2 هتلاقي فيها تفاصيل كتيرة قوي، والنهاردة هنكمل لكم الكلام ده. تقدر تشوف الحلقتين عشان تعرف تختار ام دي 2 مناسب لاستخدامك، وتعرف كويس قوي ايه العوامل اللي تختار بناء عليها. ما تبصش للسرعة وبس، لا، في حاجات تانية اهم بكتير. معانا النهاردة جين 5 ام دي 2 من احدث منتجات شركة اي داتا، وعموما من احدث المنتجات عالميا في الجين 5 ام دي 2 موديل ليجند 970. هنجربه ونشوف كل تفاصيله مع بعض. لو قدرت افيدك باي معلومة ما تنساش تعمل لايك للحلقة وتشترك في القناة، ولو محتاج شرح لاي معلومة تقنية او مراجعة لقطعة هاردوير ابعت لنا تحت في التعليقات. يلا بينا نشوف المراجعة اللي بسرعة الصاروخ دي. هيا بنا في رحلة شهابية جديدة. الام دي 2 اللي معانا من نوع الجين 5 شغال على منفذ بي سي اي اكسبريس 5 اكس 4، وبيدعم تقنيه الان في ام اي 2.0. بيجي بفورم فاكتور 2280، وده الحجم المعتاد لاغلب الام دي 2. حسب مواصفات الشركه السرعه من 8500 ل 9500 ميجا في القرايه والكتابه. الام دي 2 بيجي عليه هيت سينك احترافي مصنوع من الالومنيوم، جواه مروحه صغيره كده بتتوصل بكابل باور ساتا منفصل، وداخليا التبريد عن طريق خاصيه الكريستاليزيشن او التبلور السطحي، بحيث ناخد افضل اير فلو وتبريد كلي لشرايح الميموري. ودي تقنيه جديده في التبريد شركه اي داتا بتستخدمها في الام دي 2 اللي معانا 3 دي ناند 232 لاير من نوع تي ال سي تصنيع شركة مايكرون، والكنترولر من شركة فايزون موديل اي 26. عندنا دي رام كاش من نوع دي دي ار 4 بمساحة 2 جيجا لنسخة الواحد تيرا. معانا خاصية الاس ال سي كاش، ودي بتخلي الكنترولر يتعامل مع الشريحة على انها اس ال سي بشكل افتراضي، وده طبعا عشان يحقق لك سرعة وكفاءة افضل. كمان معانا خاصية اي سي سي لتصليح الاخطاء ودعم الاداء. التيرا بايت سيريتين او التي بي دبليو 700 تيرا بايت لمساحة الواحد تيرا و1400 تيرا بايت لمساحة الاتنين تيرا. عندنا سكيورتي بمعيار تشفير AES 256 بت، وده من احسن انظمة الحماية الاحترافية. الام دي 2 متوفر بمساحات 1 و2 تيرا. الضمان من اي داتا لمدة 5 سنين، وده وقت طويل بيعكس جودة كبيرة طبعا. سعر الام دي 2 نسخة الواحد تيرا $190، يعني متوسط 10000 جنيه مصري تقريبا، ومتوقع تغير في الاسعار حسب ظروف العملة في كل بلد. التجربة كانت في حرارة الغرفة العادية وجهاز الاختبار بالمواصفات الظاهرة على الشاشة. أثناء تجربتنا للام دي 2 تحت ضغط وفي أكتر من اختبار وصلنا لمعدل السرعات المعلن عنه على الموقع الرسمي. الحرارة تحت أعلى ضغط وصلت 65 درجة، وفي الوضع الطبيعي كانت 45. الهيت سينك محترم وعامل اللي عليه، ودي مجموعة مقارنات مع موديلات موازية من شركات مختلفة. نقطة الحرارة محلولة جدا معانا، بس عندنا مشكلتين للأسف. الأول هو إن المروحة الصغيرة بتطلع صوت رخم كده خفيف كأنه صفارة، والتانية إن شكل الام دي 2 بكابل الساتا بتاع المروحة مش أحسن حاجة، كان ممكن التصميم يبقى ألطف من كده شوية. لسه طبعا احنا في بداية جيل الجين 5، والبورد اللي بتدعمه تتعدى على الصوابع وقليلة جدا، فما ينفعش نحكم كليا على حاجة في بدايتها، زي بالظبط جيل الدي دي ار 5 من كذا سنة كده. بس كبداية من الشركة في الجيل ده والمكونات المستخدمة وطريقة التبريد والسرعة، لا يعني تمام جدا. لو بتدور على وحدة تخزين جين 5 بأحدث تقنيات التشغيل وعايز تشوف أعلى سرعة وصلها الموضوع ده، يبقى ليجند 970 اختيار كويس، ويعتبر بداية معقولة قوي من اي داتا في جيل الجين 5.